السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وليد وإن شاء الله اليوم شباب راح أوريكم طريقة تركيب لعبة جي تي اي سان أندريس بجرافيك أسطوري وكل شيء متغير فيها. طبعا راح تحتاجون برنامج فك الضغط، برنامج زارشيفر. طبعا تستطيعون تحميله من متجر جوجل بلاي. المهم سندخل على برنامج زارشيفر. بعدها شباب سنذهب إلى الداونلود، هاو تذكروا. بعدها سنجد ملف اللعبة، هاو شباب راح أضع لكم رابط تحميل هذا الملف في أول تعليق مثبت، لا تنسوا هذا الشيء. المهم طبعا حجمه شباب 479 ميجا بايت. المهم سنضغط عليه ضغطة عادية، بعدها نضغط على الخيار الأول فيو هكذا شباب. بعدها راح يظهر لنا هذا الملف، راح نضغط عليه ضغطة عادية هكذا، راح يظهر لنا مجموعة من الملفات شباب. طبعا راح نعمل تثبيت شباب للاي بي كي. طبعا إذا عندكم هاتف ضعيف ثبتوا هذا الاي بي كي، واذا عندكم هاتف متوسط الى قوي ثبتوا هذا الاي بي كي. انا راح اثبت شباب هذا الاي بي كي لان هاتفي ضعيف قليلا. المهم ساثبت هذا الاي بي كي، راح اضغط عليه ضغطة عادية بهذا الشكل، بعدها اضغط على انستال هكذا بشكل عادي جدا، نعمل له انستال. الان راح ننتظر. طبعا بعد ما ينتهي شباب راح يظهر معنا هذا اللافتة، اوكي يعني لافتة تثبيت. اوكي راح اعمل له تثبيت بشكل عادي جدا، راح اضغط نيكست انستال بهذا الشكل، نعمل تثبيت للاي بي كي بشكل عادي جدا. بعد ما ينتهي شباب سنضغط على دون او تم، يعني لا نفتح اللعبة لاننا لم ننتهي بعد. المهم تبقى لنا ملف الداتا، ها هو شباب كوم ستار جيمز جي تي اي اس اي. طبعا راح نضغط على هذا الملف شباب ضغطة مطولة. اوكي بعدها سنضغط على الخيار الثاني كوبي او نسخ. بعدها سنذهب شباب، يعني راح نرجع إلى الوراء بهذا الشكل ونذهب إلى أندرويد. بعدها داتا شباب، داتا تذكروا. بعدها سنضغط على الدائرة الخضراء في الأسفل على اليمين هكذا. الآن ما علينا سوى أن ننتظر حتى ينتهي. بعد ما ينتهي شباب خلص مبروك عليكم، لعبة جي تي اي سان اندريس بجرافيك اسطوري وكل شيء متغير فيها. ادخلوا الى اللعبة واستمتعوا طبعا. المهم شباب يلا وصلنا الى نهاية الفيديو، يلا مع السلامة.